السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة حلوة جدا يا جماعة لتفتيح البشرة، ولكل بنت بشرتها جافة تقدر تستخدم الماسك ده. الماسك ده هيساعدها على تفتيح بشرتها لو كانت متأثرة بحروق الشمس في الصيف. بإذن الله لو داومتي على الماسك ده او الوصفة دي هتلاحظي فرق بشرتك بإذن الله، بترجع بيضة زي ما كانت. ولو انت عايزة تفتحي بشرتك وداومتي على الوصفة دي بإذن الله هتشوفي النتيجة خيال. الماسك ده يا جماعة لكل بنت برضو بشرتها جافة، لان فيها حتة ترطيب. الترطيب ده هيساعد على عدم جفاف بشرتها، فبإذن الله هتفتح بشرتها باستمرار لو داومت عليه. وكمان هتلاحظ ان بشرتها مترطبة طول الوقت لو برضو داومتي عليه. طيب نبتدي بس حبايب قلبي نصلي على النبي عليه الصلاة وافضل السلام. واللي لسه ما دعمنيش باشتراكه في القناة يا ريت تدعمني باشتراك وكمان لايك للفيديو، ومستنيه ان شاء الله كومنتاتكم على الوصفة دي لو عجبتكم. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب عندي البولة بتاعتي، هحط في الماسك ده معلقة من النشا. النشا يا جماعة حلوة جدا في تفتيح البشرة وبتساعد على شد البشرة. فالنشا من الحاجات الحلوة قوي، من زمان معروفة انها بتشد البشرة وبتساعد على التفتيح. هخلط مع النشا شوية مكونات وبإذن الله هتشوفي الوصفة دي خيال في التفتيح، وتفتيح كمان سريع. يعني لو انت رايحة مناسبة تقدري ان انت تستخدمي الوصفة الجبارة دي. تمام. هحط على النشا معلقه كده من لبن البودر، اي لبن بودر عندك هتقدري تستخدميه. لبن البودر ده يا جماعه بيساعد على نضاره البشره وبيخلي بشرتك كده فيها لمعان حلو قوي. هحط بقى كمان على اللبن البودر والنشا هحط زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو يا جماعه من الزيوت اللي بتخلي البشره دايما ناعمه ونضره وبتساعد على التفتيح. حتى لو انت خدتي بقطنه كده وحطيتي على بشرتك زيت اللوز الحلو قبل ما تنامي بيساعد جدا على تفتيح البشره من اي اسمرار فيها او من حروق الشمس. انا اخدت من الزيت يا جماعه معلقه، يعني نص معلقه صغيره. تمام، مش معلقه، انا حطيت معلقه صغيره يعني دي المقدار ده، لكن حطيت من الزيت بصوا نص معلقه صغيره. تمام. هقلب بقى كده كويس الثلاث مكونات دول وابتدي اخلط بميه الورد. ميه الورد انا هحط منها لحد ما العجينه تبقى معايا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي على النبي عليه الصلاة وافضل السلام. الماسك ده يا جماعة حلو جدا من الماسكات اللي بيساعد على التفتيح السريع وعلى ترطيب البشرة في نفس الوقت. فانا بحب الماسك ده جدا لان انا من الناس اللي بشرتها جافه، فبحب في الشتاء بالذات ان انا اخلي بشرتي دايما ناعمه وكمان افتحها من حروق الشمس بتاع الصيف بالذات. انتي لو سيده بتشتغلي فالماسك ده يكون حلو ليكي جدا. بتساعدي بشرتك على ان هي تساعد في تفتيح البشره، وكمان بتقضي على اي اسمرار فيها من حروق شمس بقى، من تصبغات، اي بقع ظهرت لك فجاه، اثار حبوب وسابت لك اثر غامق. فباذن الله الوصفه دي لما تداومي عليها هتلاحظي الفرق بنفسك. طيب نبتدي بقى نعمل الوصفه بتاعتنا دي ازاي. زي ما احنا متعودين هنغسل بشرتنا كويس جدا بالغسول بتاعنا او الصابونه اللي احنا متعودين عليها المناسبه لبشرتنا. وكمان هبتدي ان انا بعد ما غسلت هفتح مسام بشرتي بالميه الدافيه ومش السخنه. الميه السخنه بتقضي على شباب البشره وبتطلع لك تجاعيد وبيبقى فيه ترهلات في البشره، فحافظي عليها بالميه الدافيه. وابتدي بقى اخد الماسك بتاعي ده، بيبقى يا جماعه شكله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، واخد كده وادهن على بشرتي. بصوا ده قوامه، وادهن كده على بشرتي هي لمده تقريبا تلت ساعه يعني او لحد ما ينشف. وبس كده يا جماعه. وبعد التلت ساعه بتقدري ان انت تغسلي بشرتك بميه برضو دافيه. ويا جماعه ما ننساش خطوه الترطيب في الاخر، ده بيكون شكل الماسك على البشره بينشف على طول تقريبا ان في نشا. النشا بتساعد جدا على التفتيح وشد البشره. بالنسبه للبن البودره حلو قوي في ترطيب البشره وبيساعد على التفتيح، يعني مكونات كلها طبيعيه لكن بتساعد على تفتيح وشد بشرتك بسرعه. ولو انت عندك مناسبه انصحك بالماسك ده قبل ما تروحي طبعا
يعني بيديكي نضاره وتفتيح، وبيديكي لو انت بشرتك فيها حاجات غامقه باذن الله بيساعدك لو داومتي على الوصفه انها تروح. طيب نبتدي حبايب قلبي اللي لسه ما دعمنيش باشتراكه في القناه، يا ريت وبعد اذنكم طبعا تدعموني بالاشتراك. ولو عندكم اي سؤال تقدروا ان انتوا تسيبوا لي في الكومنتات بتاعتكم. وعايزه اعرف برضو حبايبي انتوا بتتابعوني من اي مكان. باذن الله داوموا على الوصفه دي حبايبي، ومستنيه رايكم في الكومنتات. ويا ريت اللي ما لسه ما دعمنيش باشتراكه او حتى مفعلش زر الجرس، يا ريت يفعلوا علشان يوصلوا كل جديد. باذن الله يا رب تكونوا استفدتوا من الوصفه دي، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد وصفات تانية جديده. مع السلامه.